دكتور من فضلك أنا عندي فقرات على رقبتي عندها ديسك يعني وظروف، وعندي كمان تجمع دموي، خدت علاج كتير والألم بالنسبة لي بيزيد. لما بنسمع بالنسبة لنا حالة زي دي وخاصة بالنسبة لنا واحنا بنتكلم في الديسك، بنسأل المريض سؤال مهم جدا. بنسأل المريض وبنقول له لو سمحت الدواء اللي حضرتك خدته ده خدته تحت إشراف دكتور ولا خدته بناء على تجارب ناس موجودة عند حضرتك؟ وفي غالب الحالات بيكون الدواء اللي اتاخد عن تجارب الناس اللي موجودة حواليه. يعني حد من قرايبه بيبقى عنده نفس المشكلة او هو بيتهيأ له ان هو عنده نفس المشكلة، يحصل معاه الألم ده، خد الدواء فخف عليه، فأنا هاخد الدواء بدون استشارة الدكتور. والكلام ده بيبقى خطأ شديد، لأن احنا زي ما قلنا التشخيص بيختلف من شخص لشخص، مشاكل ممكن تختلف من شخص لشخص، وإن تشابهت في الأعراض ممكن حد يكون عنده حاجة تاني عنده أعراض مشابهة جدا ولكن عنده مرض مختلف تماما. عشان كده لازم بنكون بنكشف عند دكتور المخ والأعصاب. طيب احنا كشفنا عند دكتور المخ والأعصاب، لما بنكشف عن دكتور المخ والأعصاب وبنعمل أشعة، طيب احنا طلع عندنا في الآخر إن احنا عندنا ديسك في الفقرات العنقية. يبقى على حسب الديسك وعلى حسب الغضروف اللي موجود بالنسبة لنا هيكون العلاج على حسب فاكتورز كتير بتحدد معانا العلاج هيكون ايه. هل العلاج هيتحول بعد كده لدكتور العلاج الطبيعي والتأهيل عشان نبدأ في جلسات العلاج الطبيعي والعلاج التحفظي، ولا الديسك ده ضاغط على أعصاب كتير وضاغط على أكتر من نص القناة العصبية والغضروف كبير، فبالتالي محتاجين نتحول للجراح بتاع المخ والأعصاب عشان نبدأ العملية الجراحية بالنسبة لنا، ويكون الحل بالنسبة لنا العملية الجراحية ثم بعد العملية جلسات العلاج الطبيعي والتأهيل. ومن الملاحظ ان انا لما اتكلمت في الناحيتين قلت يا اما هيتحول لدكتور العلاج الطبيعي او هيتحول للجراح، جراح المخ والاعصاب او جراح العمود الفقري. هل معنى كده يا دكتور ان الادوية ما بيكونش ليها فاعلية في علاج مشاكل العمود الفقري؟ لا طبعا، محدش قال كده. كل حاجة بتشارك بالنسبة لنا بجزء معين. مشاكل العمود الفقري هي مشاكل ميكانيكال بيحصل بالنسبة لنا فيها ضغط على العصب زي مشاكل الغضروف مثلا، وبناء عليه المشاكل الميكانيكال دي بتبقى محتاجة ايد تشتغل فيها عشان ابدأ اشيل الضغط من على العصب، او اللي احنا بنسميه decompression of nerves. وبالتالي عشان ابدا اشيل الضغط من على العصب ده محتاج يا اما دكتور العلاج الطبيعي والتأهيل في الحالات البسيطة أو المتوسطة في حالات الغضروف، أو بالنسبة لنا في الحالات الشديدة بنحتاج جراح المخ والأعصاب عشان برضو يشيل الضغط من على العصب، ثم بعد ذلك جلسات العلاج الطبيعي والتأهيل.